السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل كعك العيد الدايب بتاع زمان بتاع امهاتنا واهالينا زمان، وهقولك كانوا بيستخدموا كمية السمنة على كيلو الدقيق قد ايه، وان شاء الله هيطلع معاكي دايب. ولو انت عايزاه دايب عن كده كمان هقولك على نسبة السمنة اللي انت هتستخدميها للدقيق. شايفين ما شاء الله الكعكاية جميلة جدا ومش كبيرة ولا نفشت خالص، وكمان الرسمة بعد التسوية كانت ثابتة زي ما هي. شايفين لما بدوس عليها دايبة ما شاء الله ومستوية وقلبها متحمص كويس جدا جدا. هقولك كل تفاصيل وتركاته في الفيديو ده، اوعي تفوتي اي حاجة خالص. وزي ما قلتلك لو انت عايزة ان كمية السمنة بتاعت الكعكة تبقى زايدة شوية والكعكة كده تبقى دايبة، هقولك على مقدار السمنة المظبوطة ليها. وشايفين ما شاء الله الرسمة مظبوطة وزي ما هي ما راحتش بعد التسوية، وهقولك على سر التسوية المظبوطة ليها. تعالوا نسمي بسم الله ونخش في الفيديو على طول. اول حاجة هنحضرها وهي الخميرة. معايا بالظبط كده ربع كوباية من المية. شايفين معايا الباكو بتاع دريم اللي هي الخميرة الفورية، خدت بالظبط كده معلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة. تمام. ونزلت معاها 3 معالق كبار من السكر، ويكون السكر يكون ناعم معايا، وهقلب عشان السكر والخميرة يدوبوا كويس. انا في الوقت ده بعمل تيست للخميرة بشوفها شغالة معايا ولا لا. هركنهم كده على جنب وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. عندي بالظبط هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات ونخلته كويس. هنزل معاه كده بربع معلقة صغيرة كده من الملح، ونص معلقة كده صغيرة من ريحة الكعك. ما تزوديش من ريحة الكعك عشان ما يغمقش معاكي الكعك بعد كده ويمرره معاكي. تمام. تعالوا بقى نشوف السمسم. معايا 3 معالق كبار كده من السمسم ويكون متحمص. لو انت عايزة تضيفي السمسم تضيفيه، مش عايزة تضيفيه ما تضيفوش، بس عايزة اقولك ان هو بيدي طعم حلو جدا جدا للكعك. هقلب كل المكونات لحد ما كل المكونات كده تخش في بعض وتختلط كويس. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده اللي هي السمنة. حطيت بالظبط 500 جرام من السمنة، يعني نص كيلو على كيلو الدقيق. ديت اهالينا وامهاتنا اللي كانوا بيعملوه زمان بالمقدار المظبوط بالظبط. يعني كيلو الدقيق هيحتاج نص كيلو من السمنة 500 جرام. طب انا لو عايزاه دايب عن كده هحط على كيلو الدقيق 500 جرام من السمنة ومعلقتين كبار. يعني بالظبط قد ايه؟ نص كيلو من السمنة ومعلقتين كبار، 550 جرام من السمنة على كيلو الدقيق. تمام. بس انا حبيت ان انا اعمله زي اهالينا زمان كانوا بيحط على كيلو الدقيق 500 جرام. تعالوا كده نقدح السمنة. شايفين انا عملت ايه؟ جبت شوية دقيق في الطبق وحطيت عليه معلقة من السمنة عشان اشوف هي قدحت ولا لا. تعالوا كده نختبر تاني ونحط معلقة. شايفين الفوران اللي حصل في الدقيق؟ كده السمنة قدحت معايا. في الوقت ده وبدون اي انتظار هقفل على السمنة واخدها زي ما هي كده، وابتدي ان انا اخد الدقيق واعمل فحرة كده في النص. شايفين؟ وانزل السمنة اللي قدحت معايا. تمام. انا حبيت كده اعمله زي ما كانت امي كده كانت بتعمله. ريحة الكعك وجماله كانت حاجة كده ما شاء الله. في الوقت ده يا جماعة خلي بالكم وانتوا بتنزلوا السمنة، لان بتبقى سخنة جدا جدا، ما يكونش في اي اطفال كده جنبكم، وربنا كده يستر عليا وعليكم باذن الله. وكمان عايزة اقولك الطبق اللي هتستخدميه اوعي يكون بلاستيك، لان نسبة السمنة بتبقى نازلة سخنة جدا جدا، وغلط ان انت تستخدمي نوع بلاستيك ما يكونش كويس. تمام. هبتدي ان انا في الوقت ده اقلب بالمعلقة، لان في الوقت ده بيبقى السمنة بتبقى سخنة جدا جدا، فما ينفعش ان انا اقلب بايدي. هقلب بس كمية السمنة والدقيق، هدخلهم كده مع بعض عشان مش عايزة ذرة دقيق تكون باينة خالص. هجيب بس كده حاجة واسعة لان هنزل فيها الدقيق، لان السمنة سخنة جدا جدا. عايزاها بس تتهوى معايا، لان في مرحلة بعد كده اللي هو بس الدقيق. لازم نبس الدقيق كويس جدا جدا عشان يفضل الكعكة بعد التسوية تكون ناعمة معاكي ودايبة ومتحمصة كده من جوه. طب انت قدحتي السمنة ليه؟ هقولك ليه. قدح السمنة في الدقيق بيطول كده من عمر الدقيق. لو انت عاملة كمية كبيرة، يعني مثلا عاملة
5 كيلو 6 كيلو كمية كبيرة، فالقدح السمنة بيطول من عمر الكعكاية وما غيرش من طعمها خالص. تمام. وزي ما قلتلك ما تكتريش في نسبة الخميرة عشان وانت مدخلاها الفرن ما تنفش معاكي، والرسمة بتاعت اللي انت عملتيها او زينتيها ما تروحش معاكي بعد التسوية. تعالوا بقى نخش في كده في مرحلة بس الكعك. عايزين بس الكعك كويس جدا جدا جدا، مش عايزة ذرة دقيق تكون موجودة، انا عايزة كل ذرة الدقيق كده اتغلفت كويس كده بالسمنة بتاعتي. هاقعد هابِس كويس جدًا جدًا بالكعك بتاعي أو الدقيق والسمنة لحد ما أقول لِك بقى على المرحلة اللي أنتِ خلاص تبطّلي فيها بس. شايفين بتنعم معايا إزاي كل ما أبِس بيها؟ شايفين المرحلة دي؟ تحسّي إن هي كده ساحت خلاص ما بين إيديّا كده ودايبة خالص وبتلزق كده في إيدي، في الوقت ده خلاص مش هابِس تاني. شايفين ما شاء الله عاملة إزاي؟ تعالوا بقى ننزل ربع كوباية المية بالخميرة اللي انا دوبتها معاكم، هنزلها بالشكل ده. اوعي خالص تعجني العجينة، الكعك ما بيحبش العجن، لو عجنتيه هتنشف معاكي بعد التسوية. انا يدوب كده بقلب ما بين صوابعي كده واجيب من تحت لفوق بالشكل ده. اوعي تعجني الكعك بتاعك. تمام. وهاقول لِك نسبة السوائل اللي خدتها كانت قد إيه بالضبط في الكعك بتاعي. تمام. اوعي خالص تكتري نسبة السوائل بتاعتك، لان لو كترتيها اكتر من كده هتقلب معاكي لنتيجة تانية خالص، يعني هتقلب معاكي لقراقيش، واحنا مش عايزين ده. احنا عايزين الكعكة بتاعتنا تكون ناعمة معاكي ودايبة معاكي في نفس الوقت. شايفين مسكت كده العجينة مفرولة معايا ومش ناعمة خالص. جبت كده كوباية الا ربع من المية. تمام. وكنت كمان مزودة الأول ربع كوباية اللي هي حطيت فيها الخميرة والسكر، يبقى ربع كوباية في الأول وكوباية إلا ربع اللي أنا هزودها هنزلها كده بالتدريج واحدة واحدة. اوعي تنزلي كوباية المية كلها عشان كمية الدقيق من دقيق بيختلف. خلي بالك نوع الدقيق من دقيق بيختلف، يعني في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق ما بيقبلش السوائل كتير، فخلي بالك من نقطة زي دي. هبتدي ان انا انزل كمية المية واحدة واحدة، وابتدي ان انا يا جماعة اقلب، ما بعجنش، انا مش بعجن خالص، بقلب كده وبجيب من فوق لتحت. تمام. وزي ما قلتلك اوعي تكتري نسبة السوائل في الاخر، وهقولك ازاي. خلاص يعني في الاخر كده هنبتدي ان احنا نختبر العجينة، وهقولك نسبة السوائل اللي خدتها كانت قد ايه. شايفين؟ تعالوا كده نختبر العجينة ونمدكها كده ما بين ايدينا وندفيها. شايفين لما دوست عليها اتشققت، يبقى كده محتاجة سوائل معانا، لسه العجينة ما ظبطتش معانا. شايفين هي بتتقطع، هي كده لازم تتقطع معاكي، ما تخافيش لان دي نواعم. تمام. هبتدي برضو ان انا انزل المية واحدة واحدة بالتدريج، وهقلب بالشكل ده مش بعجن. شايفين العجينة ما شاء الله بقت ناعمة كده ما بين ايديا كده. خلاص كده مش هحط خلاص ميه تاني. شايفين هي اخدت الكوبايه الا ربع من الميه اللي انا اخدتها. طب هي اخدت معاكي سوائل قد ايه؟ خدت معايا كوبايه بالظبط، كان حجمها 200 جرام. تمام. تعالوا كده نختبر العجينه كده مع بعض ونمدجها وندفيها كده ما بين ايدينا ونختبرها مع بعض. شايفين بدوس عليها كده في النص ما بتشققش وناعمه جدا جدا ما بين ايديا. طب تعالوا كده ناخد واحدة تاني كده ونختبرها كده بالبصامة. همدكها كده ما بين ايديا برضو كده، واختبرها بالبصامة. لو لزقت بالبصامة
تبقى كده لسه ما ظبطتش معاكي. طب بصوا ما شاء الله جميلة جدا جدا واتبصمت وما لزقتش خالص في البصامة. في الوقت ده خلاص مش هزود كمية مية تاني، اوعي تزودي المية اكتر من كده عشان ما تقلبش معاكي لقراقيش. تمام. بص هغطيها بس لمدة 10 دقايق بس لحد ما احضر السجان او الصواني اللي انتي هتضيفي بيها الكعك بتاعك، هتحطي فيها الكعك بتاعك. تمام. هغطيها كده بعد ما شلت الغطا من فوق، هغطيها كده بكيس بلاستيك، كيس تلاجة عادي يعني. تمام. عشان ما تنشفش معايا وانا بشكل فيها. هاخد بس كده الحجم، انا ما كانش عندي ميزان الصراحة، فانا كنت كده بعملها بالبركة زي ما كانوا اهالينا وامهاتنا كده كانوا بيعملوها بالبركة زمان. تمام. كنت باخد واحدة كده واظبطها كده بالويم، يعني كنت بظبطها كده بالويم. تمام. وابتدي ان انا اشكلها كده بالبسطامة. شايفين ما شاء الله بتتشكل معايا بكل سهولة. حسيت ان وانت بتبسميها كده بالبسطامة وفرشت معاكي. حاولي ان انتي بعد ما تخلصيها بالبسطامة يعني ظبطيها كده من الجناب عشان ما تفرشش معاكي قوي قوي في الفرن. تمام. تعالوا بقى نتكلم عن التسوية المظبوطة ليها. انا هعمل كل الكمية عشان ما اطولش عليكم وهخلصها. تمام. شايفين ما شاء الله من كيلو دقيق عملت 3 الصواني اللي انتوا هتشوفوها دول. طب هنخمر الكعك قد ايه بعد التشكيل؟ هنخمره لمدة نص ساعة، بس انا عشان كنت بعمل لوحدي فخدت وقت شوية، فهبتدي في اول صاج عملته كان اتخمر معايا بعد التشكيل، فمن هدخله الفرن على طول. تعالوا بقى نتكلم عن الفرن. هيدخل الفرن بتاعي يكون شغال قبلها ب10 دقايق، يعني هيخش فرن سابق التسخين على درجة حرارة 170. طب الفرن بتاعي لو هادي يبقى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. تمام. واول كده ما القاعدة بتاعة الكعك تستوي معايا كده والقلب الكعكاية يتحمص معايا، هبتدي ان انا اشغل عليه الشواية وياخد معايا لون بسيط، يكون مدة الشواية تكون دقيقة او اقل. تمام. عشان ما يتحرقش منك من فوق. شايفين ما شاء الله من كيلو دقيق عمل لي كمية حلوة جدا 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 من الكعك. عايزة اقولك انه ما شاء الله دايب وحلو جدا. وبعد التسوية الرسمة ما راحتش خالص لان ما كترناش في كمية الخميرة. خلي بالك من نقطة زي دي، ما تكتريش كمية الخميرة. شايفين ما شاء الله واخده لون حلو جدا جدا من فوق ومن تحت. شايفين لما بدوس عليها مش مستحملة ايدي، دايبة جدا. ولو عايزاه دايب عن كده كمان زي ما قلتلك كده في اول الفيديو، زودي على نص كيلو دقيق معلقتين كبار، يعني 550 جرام من السمن. لو عجبك الفيديو يا قمر ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.